تعرفوا إنه اليوم أول يوم امتحانات عندي، الفصل الأول. أوكي، ما بتتصوروا غرفتي كيف ملونة. مو معقول. أنا من أشخاص لما أعمل امتحانات وبعرف إني أنا أقول لكم، أنا من الأشخاص لما أبدأ فصل جديد في الدراسة، عندي فصل أول وفصل تاني في كل عام والصيف، هادو لازم إني أرتب فيه غرفتي. وفي السنة الجديدة يعني 4 مرات بغير ترتيب الغرفة يعني جذريا. أكيد في الوسط بغيره بعض المرات، لكن المهم في الجذري راح أعمل إني أكملت امتحانات وفصل الثاني من دراسة العام، لأنه في دراستي في الجامعة كيكون فصلين، الفصل الأول أنهيته بعمل الآن امتحاناته، وفصل الثاني راح أبدأ إن شاء الله بإذن الله اللي فيها المحفظة الجديدة. أوكي، فغرفتي مو مرونة يعني. شوفوا، ماي سكين كير روتين، وهون أشياء الشعر، الملابس، شوفوا جميع الدباديب الخاصة بي، السرير اللي بنام فيه أزلت الغطاء لأنه ماما اللي هون لاحظتوه هون نظفته لي. شوفوا هون اللي بيكون مكان اللي بيكون أمام السرير أشياء. شوفوا المكتب، الأكل، الأوراق، امتحانات وهيك أشياء للقطط. الأرض كتير وسخة، فما بتتخيلوا غرفتي كيف هي. راح هذا اليوم أول يوم امتحانات، باقي لي فاضل لي 4 أيام حتى امتحانات في 5 أيام، كل يوم عندي مادة. فراح أكمل امتحاناتي في الليل لأني راح أكمل في اليوم الخميس. الآن يوم الجمعة راح يكون أول امتحان لي يوم الجمعة، وثاني امتحان يوم الاثنين، لأنه السبت والأحد ما بنعمل امتحانات، أو أنا ما عطاني إنه عندي امتحانات السبت والأحد. المهم في الخميس راح آخر يوم امتحاناتي اليوم الخميس. اليوم الخميس راح أغير هذه الغرفة، فأكيد راح يكون تغيير جذري، فاستنوني. فالمهم صراحة ما قدرت إني أصبر، فراح أعمل اليوم بيتي غرفتي بإذن الله إن شاء الله. فكتير كتير في أشياء كتير راح يكون تغييرات. فراح نبدأ أول شي، راح أزيل الملابس اللي يعني نشرها من برا، حتى لما نظفت أمي ملابسي فيهم أشياء اللي خاصة بالسرير. بعدين راح أزيل الزرابي الاثنين وراح أنشرهم هونيك، مثل راح تشوفون مثل الناس اللي عاملين هونيك، راح أعمله أنا هون. وهذا هو الأشياء، فهيا بينا. صراحة أول شي راح أبدأ، لأني أنا هذا أكملته رتبته مليح وهيك. فاضل لي الأشياء زي ما قلت لكم، هذه الأشياء اللي خاصة بسكين كير وأشياء الشعر وهيك. فأول شي لازم، لأن عملت سجادة هون، مهم لازم أفرغ المكسى من فوق وأعمل تقريبا كل شي فوق منه، لأنه لازم إني أنظف الحائط من الفوق، فراح يهبط الغبر أكيد راح ينزل، وما بدي إني أرتب وأمسح الغبرة بعدين أمسح الحائط. فلازم نعمل شغل ذكي، مو فقط بنظف هيك فقط. فأول شي راح ننزل كل الأشياء راح أعملوه، ولازم إني أرتب الملابس وأعملهم في مكانهم. فراح نبدأ الآن. راح أنظف إن الخزانة الخاصة بالأشياء الأكسسوارات وهيك أشياء نوتي. صراحة راح أنظف هذا، راح أنظف أول شي يعني المنظمات اللي عاملة فيهم الأشياء الخاصة بالسكين كير وهيك أشياء الأظافر. بعدين بعد راح أمسح أكيد الحائط، عاد راح أمسح يعني الخزانة. انظروا نوتي، لازم تعمل معي الشغل نوتي، وريهم جمالك نوتي. ها أنا الآن أزل جميع الحقائب. المهم صراحة شريت لأختي هذا خاص بالخشب، كتير حبيته. هو راح تشوفون هنا صور انه خاص بالخشب، يعني تلميع وهيك اشياء. مو معقول ريحته شو كتير حلو، بتمنى اني اشميهم لكم كل واحد، لانه كتير 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 ريحته حلوة، يعني ريحته واو صراحة. فكتير حبيته، هو اللي بمسح به الخشب الخاص المنظم هذا، ما بعرف صراحة شو اسمه. وأيضا
بمسح فيه ايضا المكتب يعني اللي بيكون جنب السرير. ما تشوفوا الكركبه لاني انا بنظف، راح تشوفون بندق خاص بي وهيك اشياء. عملت كلشي تقريبا فوق المكتب وهذا، فصراحه بيعطي لمعه كتير كتير حلوه. بعمله هون، راح اوريكم لما اعمله يعني اللي بيكون جنب السرير، ما بعرف شو اسمه لكن المهم راح اوريكم اللمعه اللي بيعطيها، لكن الريحه يعني واو، فكتير حبيته، فراح نكمل. آخر مستجدات نشرت السجادة خاصة بي. شوفوا الأرضية كتير وسخة، بتشوفوا الأرضية، او ماي جاد. أكيد أزلت يعني النافذة لكي أغسلها جيدا وأمسحها، وأكيد ساعدتني لما نشرت السجادة. فهذه هي جمعت كل شي هون. راح تشوفوني بلهت لأن كتير 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 تعبت، لكن المهم فهذه الأشياء. فصراحة الآن راح أغسل الأرضية، راح أجيب المكتب هون وراح أغسل الأرضية فقط مكان السجادة والسرير، لأن راح أعمل السرير تحت النافذة، وراح أعمل هنا السرير. فلازم إني أغسل الأرضية جيدا وأمسحها، ولازم إنه أعمل سجادة وأعمل سرير، وهذه الأشياء كاملة اللي بتشوفوها هون لازم تكون فوق السرير. فهيا بينا شوفوا الفرق. الآن نسيت، الآن عملت سجادة بي. هذه هو الشكل، هذه زي ما قلت لكم خاصة بجدي الله يرحمه. لكن المهم شوفوا الفرق بين الأرضية اللي هون والأرضية اللي هون. هذيك نظفت لي أمي، فشكرا ليها، ساعدتني. فالآن راح نعمل السرير ونعمل الأشياء اللي بتكون تحت السرير. الآن أكملت تحت السرير. شوفوا يدي كتير حمرا بسبب النافذة، لأني رجعت النوافذ في مكانها. الآن كل هالأشياء لازم أعملها هون فوق، وهيا بينا. والآن راح أرتب المكتب للمرة المليون، وأنا أرتب وإن شاء الله راح يكون آخر مرة. فما راح أوريكم تفاصيل لأني كتير كتير تعبت، لأنه الآن الساعة 11:30 قبل منتصف الليل. فراح أرتب المكتب وراح أوريكم النتيجة النهائية. أوكي.
وهذه هي غرفتي بعد ما أكملت ترتيب وتنظيف بأكمله. هنا عملت الأكل القطط الخاصة به. هون عملت المكتب. أكيد شفتوا الجولة المكتب قبل هذا الفيديو، لكن المهم هنا عملت منظم خاصة بي. رتبت الحقائب اليد، سكين كير خاصة بالأشياء خاصة بالأظافر الخاصة بيا. هنا عملت أشياء للشعر والأشياء خاصة بالأكسسوارات وهيك أشياء. هنا يعني الأشياء خاصة بي والغرفة خاصة بي. لكن المهم هنا عملت الروائح لي واقي الشمس. هنا عملت منظم الملابس مع السرير. هذه المرة عملته مع السرير. السرير عملته تحت النافذة شفتوا. فهذه هي الأشياء. هنا الأشياء الخاصة بي الخاصة بالإلكترونيات والمزبلة وهيك أشياء. هذه نوتي. هذا هو مرآة الخاصة بي، وهنا عملته فقط. ونسيت، وهنا عملت مسمارين خاصة بالمحافظ. وهنا عملت محفظتي هذه خاوية فارغة. وهنا عملت التوت باك هذه الجديدة اللي لسه اشتريتها، لكن هذه فيها أشياء كتير. وهنا علقت هذه فيها المفاتيح المنزل والبورتكليات وهيك أشياء اللي كيوت. وفقط هذه هي الأشياء. فهذه هي غرفتي. نوتي 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 نوتي.